تفضلي يا هداية. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. هلا بيك. أول شيء الله يجزيك خير على هذا البث. حياك الله. هلا بيك. ثاني شيء الله يحمي سيادة الرئيس أحمد الشرع ويخليه فوق راسنا. اللهم آمين. ثالث شيء اللي قاهرني ببعض وليس الكل السوريين، لكم 50 سنة ساكتين، 50 سنة طلع لكم لسان وصرتوا تطالبوا بحقوقكم. يا عمي اتركونا نرجع. انا وحده خلقت برا سوريا للحين ما اعرفها. انطروا علينا نشم ريحه ربنا، خلينا نلاقي واحد يقدر ينصرنا. انا هدول الدروز والكراد والله العظيم انا ما بعرف. انا وحده سوريه بس بالجواز يا جماعه، انحرمت من سوريا من ايام حافظ الاسد. صار لكم لسان وصرتوا تطالبوا بحقوقكم، ولكم 50 سنه ساكتين ويسكتوا الحيطان الهودان. هلا صار لكم لسان وصرتوا تحكوا وصرتوا تطالبوا بحقوقكم. يا عمي ان شاء الله اتركونا نتنفس. خلينا والله العظيم يعني سقط النظام وطاير عقلنا باحمد الشرع وخايفين لسه ننزل، لانه يا ناس السنه اذا انشالوا والله ليبيدونا. هذا حقد دفين من الاكراد ومن الدروز، ولسه العلويين لسه السن والدور جاي عليهم. رح ينفونا مثل ما نفانا حافظ الاسد وبشار الاسد. ولذلك يعني كرمال الله هدول الناس سوري بهالكلمه الاغبياء، اصحوا ولكم صرنا نمشي نقول انا سوري. كنا نخجل نحكي نحن سوريين. اتركونا نمشي شوي وراسنا مرفوع. والله العظيم عرفنا الذل، عرفناه. انا الي 40 سنه برا، انا شو ذنبي مشان بعض الناس الجبناء يقولوا نحن كلنا عايشين واجت الثوره وخربت سوريا. انتوا العايشين مو نحن. شوفوا كم سوري من في برات سوريا من ايام حافظ الاسد. ولذلك لا تجملونا معاكم. انا اسفه انا عم بحكي يعني صحيح حكيك، والله حكيك كله صحيح. كملي اختي كملي. يعني كافي بكفي. استحلفكم بالله اصحوا شوي، اصحوا. ولكم هي مؤامره علينا. هلا مؤامره. لما كان بشار الخسيس يحكي مؤامره كان شخص غبي. مؤامرة مين؟ نحتفظ بحق الرد. انقبر على قلبه هو وابوه. هلا ما جاوبوا على اي حدا بيدوسهم. نحن انا بنت الخليج على فكره، انا بنت الامارات وبنت الكويت. نحن ما عاد لنا قيمه، ما عاد لنا مكانه. اجا احمد الشرع صار يحكي باسمنا، صرنا نلاقي حدا يدافع عنا. صحيح. يعني كافي غباء، كافي. مو للجميع والله، الله يحميهم هدول الشباب اللي طلعوا. ونحن ما رح نسكت على حق اي شخص سني. الجثث اللي علقوها على مدخل السويدة رح نطالب بدمهم. انا بنت ريف دمشق، طلعوا شابين وفي 150 شاب من ادلب. كل شباب سوريا هي اولادنا. نحن ما رح نسكت عن حقنا. ولذلك اللي بيجي بيقول لك يا حرام والدروز والكراد والاقليه، واحنا حرام، دماءنا مي حرام؟ كل هالدماء اللي سكبناها مي حرام؟ ليش اولادنا ما يعني غاليين علينا؟ بناتنا مي غالي علينا؟ اعراضنا مي غالي علينا؟ والله العظيم ما راح نرتاح بهالبلد الا لنقتلع كل كردي قسدي وكل درزي هجري. هذول الاشخاص وكل علوي من اسدي، هذول الناس ما راح نرتاح الا ليتم اجتثاثهم. بس يتم اجتثاثهم ترتاح سوريا. الكردي الوطني على العين والراس، الدرزي الوطني على العين والراس، العلوي الوطني على العين والراس، مواطن مثلنا مثله. ولكن القهر اللي شفناه على مدى سنين من هذه الاقليات، واليوم لما يقولون الدروز انتم من اول يوم مشاركين للنظام، واليوم انتم قسد واضح جدا انكم انتم قسد. كنتم ركن اساسي من اركان النظام. لا حدا يكذب علينا. ما راح نجاملكم، ما راح اكذب عليك. انت ككردي، انت كدرزي، انت كعلوي بدك تعيش تحت حكمي، لاني اني عادل واني ما اظلم. لما اقول اني اقصد اهل السنه العرب. احنا ما نظلم، ولكن شفناكم لما تمكنتم واستلمتم السلاح اذليتونا ذل وامعنتم اجرام بينا وبابنائنا وباعراضنا. 50 سنة أخي فواز، 50 سنة. أحد فيهم دخل فرع فلسطين؟ أنا دخلته كان عمري 16 سنة. أحد فيهم انطلب للمخابرات الجوية؟ أنا انطلبت كان عمري 16 سنة. ولذلك لا يجي يطالبوا بحقوق. نحن كنا نسيانين انه نحن بشر عايشه على وش الارض. نحن كنا اطفال انا واخواتي داخلين على فرع فلسطين، شفنا الويل بفرع فلسطين. بيقول لك كنا عايشين. انتوا اللي كنتوا ذليلين.
انتم ذليلين تحت نعال آل الأسد. ولذلك هلا رجاء كل واحد يطب لسانه بتمه، والله يخلي سيادة الرئيس أحمد الشرع ويحميه يا رب، وينصر كل مسلم سني وينصر كل شخص عنده ضمير. ما بدنا نكون عنصريين، كل إنسان عنده ضمير وحقاني الله ينصره. اللهم آمين. ردة فعلي القوية لأني مقهورة فيني قهر. عادي أختي، حقك والله كنا بينا قهر. احنا اليوم مقهورين لانه انت قدمت كل هالدماء ومع ذلك جيت مديت ايدك لهذا الاقلوي، لهذا الطائفي الحاقد العرقي او الديني، مع ذلك مديت ايدك وهو جالس من ايد حاطها بايدك ويسلم عليك، والايد الثانيه يحاول يستنجد باي شخص ليغدر به. هذا واقعنا. احمد الشرع يجيك دائما بالتقيه ويجيك يتمسكن عليك ويسوي مظلوميات. يا جماعه بموضوع اريد انوه عليه لجماعه قسد. يا جماعه ذكرتني الاخت بنقطه، موضوع هذا طالع موضه جديده، اريد اوجه هنا الكلام، اريد اوجهه لقسد. ما راح اقول ميليشيا قسد الارهابيه، بس في هذه الحاله اريد اوجه الكلام لقسد. اليوم في عندكم عناصر صارت توقف كل أنثى تعجبها، يلا بحجة انه انت كنت تصوري، هاتي الجوال، ياخذ الجوال يضيف رقمه الواتساب ويرسل من رقم البنت الواتساب يرسل لرقمه الشخصي. اكثر من حالة جتنا. طيب هل هذا الامر هو من قبل يعني قسد ومسد موجه بشكل منظم؟ هل هو في غاية؟ فنتمنى انه هذا الموضوع يتم معالجته. الامر الثاني ابناء الحسكة وابناء الرقة، طبعا ما راح اقول ابناء الدير لانه بالدير ما يقدرون يسوون الحركات هذه بكل صدق، لكن بالرقة وبالحسكة العسكري الحواجز اللي تسوي هذه الامور تعرفونها. غالبا العناصر هم غالبا كل دوريه يكون منها مثلا 3-4 من العرب ومعهم واحد كردي. الحاجز اللي تشوفونه مثلا بالرقه هي الامور هذه تصير بالمدينه ما تصير بالارياف، وبالحسكه اتوقع تصير بالمدينه ما تصير بالارياف. الارياف يعني ما يصير بهذا الامر كونها يعني كلها صافي عشائر. فالزبده هذول الناس الحقوهم، راقبوهم، شوفهم بس بيته وين، بس لموا معلوماتهم مشان بالايام انتم محاسبته. لانه اليوم مو معقول انت تاخذ يا اخي اليوم انثى، هذه الانثى مصوره نفسها، مصوره عائلتها بدون حجاب بدون لباس، يتم اخذ هذه الصور ورقمها وبعدين يرسل لها الصور على رقمها ويقول لها اما تدفعين او انشر الصور. بالنسبه يا جماعه العشاء يا جماعه احنا عندنا بالرقه والحسكه عندنا افراد العشائر زلم، ولكن الشيوخ العشائر عندنا بالرقه والحسكه ما يسوون قشر بصلاه. يعني اقسم بالله اذا تروح تجيب مرته وبنته ما يحتك ولا يحكي ويسوي حاله مو شايف ابدا. كل شيخ من الرقه ومن الحسكه مع قسد تروح تجيب بنت، طبعا اتكلم اني عن المخانيث بناس معروفه مرجله يعني، تروح تجيب او والله العظيم تجيب عرضه من بيته ما يفك ثمه. لانه انت لما ياخذون بنت عشيرتك فايت عرضك ترى ما فرقت. يعني اللي ياخذ بنت عشيرتك وما يطلع صوتك هو نفسه لما ياخذ بنتك، ما اختلف شيء ابدا. فلذلك هذا الامر وجب حله باسرع وقت. عشرات الحالات انتبهوا اللي جالس يصير على الشكل التالي، الموضوع اكبر من انه ابتزاز. يعني للاسف تختلف في بنات اهلها قاسيه جدا، فلما يجي واحد عسكري ماخذ كل صورها من جوالها ويبلش يرسل لها ويبتزها، الامر يتفاقم وتصير الانثى حسبي الله ونعم الوكيل تنجبر لبعض الامور بينها وبين نفسها لغايه انها تستر نفسها. لذلك جالس يصير انتهاك منظم لاعراضنا بالرقه والحسكه. يا ابن الرقه يا ابن الحسكه اغسل ايدك من شيخك. الحواجز اللي تشوفونها توقف النسوان حاول انك تعرف عليه، حاول انك تعرفوا هذا العربي، حاول انك تصوره. اي هو العربي ولا